كل الأسعار بقت نار، حتى المرض في مصر بقى سعره غالي، وأدوية الفقراء دخلت غرفة الإنعاش. ايه الحكاية؟ تعالوا نشوف. قرار حكيم زيادة أسعار الأدوية، لكن آليات التنفيذ ما كانتش واضحة وعمل بلبلة في الأسواق. لكن طبعا بالنسبة لزيادة أسعار الأدوية هي زيادة منطقية لو بيتكلموا في 20%، وزيادة كمان أقل. أنا في وجهة نظري إن هي أقل من المستحقة، و90% من الناس متقبلة جدا جدا. وبيبقى الرد الدائم إن كل حاجة في البلد غليت، فطبيعي جدا جدا إن الدواء يغلى. عندي القلب مرتبك كام؟ هنا 1200 جنيه، بشتغل 16 ساعة، يعني بدفع إيجار وبدفع مية وبدفع نور ولو عيل تعب لا قدر الله بوديه الدكتور وكده. في مجموعة أدوية كبيرة جدا غالية، يعني حوالي مثلا 7000 صنف. بس هو إن هم بدأوا يغلوا مثلا المفروض 20%. المفروض إن نسبة الغلاء بتبقى 20% على الأسعار اللي هي أقل من 30 والأقل. تمام. فبدأ شركات الأدوية تغلي مثلا بالشريط، يعني مثلا علبة ب60 جنيه فيها شريطين، فبدأوا يحطوا الأسعار على الشريط بدل العلبة. الاكل ممكن الواحد يقتصد فيه، انما الدواء هنعمل فيه إيه؟ في الفترة اللي فاتت قبل صدور القرار ده كان في بعض الأدوية ناقصة، فبيكون الرد في 100% من الحالات، طب ما يزودوا سعره ويوفروه. ما هو المريض مش لاقي الدواء اللي هو الرخيص، فبيضطر ياخد الحاجة الغالية. فهو لما هيزود 20% هيوفر الدواء. الأخطر من إنه يكون الدواء غالي ورخيص إنه مش موجود. القرار كان صح ان هو اقل من 30 جنيه، زياده 20% او كده، عشان يعرفوا ينافسوا والدواء يتوفر. الشركات الادويه هي اللي استخدمته غلط. انت بتروح تلاقي الدواء غلي وتقول لا خلاص مش هشتري ولا؟ هنجيبه. هن... هنعمل ايه عشان دواء؟ الزيادة 20% عادلة بعد إعادة فهم القرار بشكل سليم. أنا أعتقد شيء لا يؤثر على الإطلاق على المريض المصري، بالعكس هو إيجابي 100% للمريض المصري. ده اسبرين بروتكت كنت بجيبه ب10، 20% من 10 جنيه يعني حوالي 2 جنيه، المفروض يزيد من 10 جنيه ل 12 جنيه، فزاد كده، زاد 40%، مش 20%. مش 20%. انا شايف انها زياده يعتبر مش كبيره قوي، مش كبيره قوي، دي زياده صغيره. ولو المنتج ده بقاله فتره كبيره على نفس السعر ودلوقتي زاد، فدي ما فيهاش مشكله. القرار ده محتاج إعادة نظر من الدولة. الدواء مشكله فعلا، لازم الناس تفوق قبل حتى ما نوصل لمرحله ان هتبقى فيه هجوم على الصيدليات زي اللي حصل قبل كده على السوبر ماركت. ما هو انا عندي ابني مريض مش قادر اجيب له الدواء، فانا بالتالي همسك سلاح ابيض واخش الصيدليه وانا عايز علبه الدواء، يعني عايز علبه الدواء.